صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال على عيون أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهاردة هجيبه لكم من الإمارات. فيديو لسيدة إماراتية، دي شقتها أو فيلتها من أول الدخلة بقى، وهنلاقي الورود والخضرة، جو رائع جدا. هنلاقيها هنا بتبدأ تمزج الألوان وتمزج الديكور ما بين الكلاسيك وما بين المودرن. اختيارها للألوان هتلاقيه راقي وتحفة جدا. طبعا اختلاف في الأذواق، هنلاقي اختلاف كبير في الأذواق، في ناس هتبقى مع وناس مع ضد. ولكن قبل ما نبدأ أي حاجة نقول بسم الله كده وندعي لأصحاب البيت، ربنا يبارك لهم في بيتهم ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية يا رب. ونقول ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يا رب يسعدهم ويحسن ما بين ايديهم. اول حاجة هنلاقي هنا الصالون الكلاسيك الجميل، الوان رائعة تحفة جدا. الكوشنز عليها ستايل عربي، نقشات عربية جميلة قوي، الالوان مبهجة قوي. ولكن هنلاقي رغم وسع البيت ورغم التصميم الجميل هنلاقي فيه هدوء مثلا في الستاير، هدوء في الفرش، اللهم بارك، بيكون جميل. كمان هنلاقيها مبدعة جدا في تقديم أكلاتها والضيافة اللي بتقدمها لضيوفها هتكون رائعة وقمة في الرقي وقمة في الذوق. استقبالها للضيوف بيكون راقي جدا، بتعتمد على البخور، الجو العربي مع الشموع مع طريقة التقديم بتكون تحفة جدا، اللهم بارك. وكمان هنلاقي ظهور الورود بقى، هتلاقي كتير كتير ورود في الفيديو ده، يعني ممكن نسمي النهاردة فيديو بعنوان الورد رمز الجمال. تعتمد بقى على الحاجات الديكورية اللي هي الستايلات المتعلقة على الحيطة. كمان عاملة هنا الجو الحجري على الحيطة مع اختيار اللون في الصالون، بيديها مزجة جميلة جدا، خلطة ما بين اللون تحسي ان هو لون جريء شوية، ولكن اختيارها للكوشنز معاه واختيارها للتصميم مع الحائط الحجري اللي هي حطاه بيكون تحفة جدا، ومزج الألوان رهيب وفيه رقي. بعد كده هنخش الدخلة دي بقى بتدينا كده. الغرفة دي يعتبر غرفة وسطية، يعني ليها مدخلين، المدخل ده اللي انا دخلتكم منه، وفي المدخل الاخر ده من جوه البيت نفسه. يعني الدخلة التانية كانت من الصالون، لكن هنا بتخش من البيت، من اساس البيت، على اساس انها تطلع على البول او على حمام السباحة. هنلاقي اولها بقى القطع الموجودة في المكان، ما شاء الله مستغلة كل ركن في البيت، حاطة فيه تصميم راقي جدا، اختيار الوان مع فرش مع ديكورات تحفة جدا. وهنلاقيها بتعتمد في الدور الارضي اللي هو الدور الاول على التصميم الكلاسيك مع تنوع الالوان مع الديكورات والستايلات والورود والشموع، فبيدي جو تحفة جدا للمكان. المكان ده هنلاقيه قدام على طول البولينج زي ما احنا شايفين، حمام السباحة. واحنا موجودين دلوقتي في البرجولة اللي هي بتقدم فيها اكلات او فطار او على حسب المكان، بتظبط القعدة، وما شاء الله اللهم بارك بيكون الستايل تحفة جدا. طبعا احنا هنا في دخلة المطبخ، اول حاجة عاملة كورنر للمجات. وبعد كده المطبخ بتاعها اللهم بارك واسع جدا زي ما احنا شايفين، حاولت اجيبه لكم من كل الاتجاهات عشان نشوف تصميمه ومساحته عاملة ازاي. وطبعا دي رخامة بتاعت المطبخ موجودة فيه زي ما احنا شايفين اهو، بتقدم فيها الاكلات بتاعتها او بتحطها ترصها قبل ما تطلعها على السفرة، وبيكون بالتصميم الجميل ده. طبعا التابلوهات هنشوفها ما شاء الله اللهم بارك، قمة في الرقي والذوق. دي طبعا الدخلة اللي احنا فيها دي دخلة التويلت. لو شفنا هنشوف البوفيه بتعتمد زي ما احنا قلنا، بتعتمد على الزهور وبتعتمد على البرفانات وعلى الشموع بطريقة فوق الخيال. ده احنا دلوقتي في الحمام. زي ما احنا شايفين اللون الذهبي معتمد عليه مع الشموع النجفة، الشمع اللي على جوانب المراية بيديها شكل تحفة جدا. وده يكون حمام الضيوف، علشان كده هنلاقيه بسيط جدا مفهوش اي حاجة، يعني لان هو حمام للضيوف مش اكتر. ولكن في رقي وفي ذوق عالي فيه، ما شاء الله اللهم بارك، زي ما احنا شايفين بالشكل الجميل اللي قدامنا ده. هنطلع دلوقتي من الحمام وننتقل للقطعة اللي وراها.
واحنا طالعين شايفين بقى الزرع الاخضر اللي هي حطاه تحت مع المرايه، الفرش ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بيعتمد على اللون الذهبي اللي هو اللون اللي بيميز الذوق الكلاسيك. طبعا اللي بيحب الكلاسيك هيبقى شايف الفرش هنا جميل وهيشدوا الوضع. بعد كده هنطلع للدور التاني او القسم التاني من البيت. هنلاقيها بقى معتمدة فيه على الألوان الفواتح، وده الجزء اللي أنا بحبه أو بفضله بصراحة، اللي هو المودرن. هنلاقي بقى الألوان اللهم بارك، قمة في الشياكة، قمة في الجمال. الفواتح بقى والروزات داخلة مع جو الشموع والورد، يعني اللهم بارك، تحسي انها قطعة فنية كده. تقديم الأكل طبعا، تقديم الشاي، الشموع بصوا اللهم بارك شكلها ما شاء الله اللهم بارك تحفة جدا بجد. ربنا يبارك لهم في بيتهم يا رب، وربنا يزيدهم. كلنا يا جماعة ما ننساش نقول ما شاء الله اللهم بارك، وندعي لأصحاب البيت. كفاية ان هم سمحوا لنا ان احنا نعرض بيتهم ونشوف الستايلات بتاعتهم. هنلاقي برضو قطعة الأساس اللي هي الترابيزة. هنلاقيها رغم ان الستايل او الألوان تبان ان هي ألوان مودرن، ولكن التصميم هنلاقيه التصميم في الأساس هو كلاسيك. بعد كده هننتقل للغرفة اللي بعديها وهي غرفة النوم. طبعا احتراما لكينونية المكان أو لحرمة البيت، فاحنا مش عارضين غرفة النوم بكل التفاصيل، ولكن جايبه لكم كل الجوانب اللي في الغرفة. نبدأ بالترابيزة، بعديها حاطة كرسي عليه ديكور وكوشنز بسيط. بعد كده الورود، طبعا الترابيزة بتاعت التقديم بتعتمد على الورود زي ما قلنا والشموع. التقديم بتاعها فوق الرائع وفوق الممتاز، جو تحفة جدا. بعد كده هنجيب ده الجانب التاني من الغرفة، هنلاقيها اهو طبعا باين الستاير فيها تصميمها بسيط جدا مع الديكورات اللي هي حطاها، والشموع اهي ظاهرة في المكان. طبعا ده الفيو بتاعها بيطل على الجنينه بره على الجاردن. هوريه لكم في اخر الفيديو تصميم الجاردن بيكون عامل ازاي. وده الجزء بتاع السرير، ونكتفي بالسرير لحد هنا بحيث احتراما يعني لخصوصيه الغرفه. بصوا جو الشموع اللهم بارك، يعني ربنا يا رب يزيدهم يا رب. السفرة طبعا زي ما قلنا ان هم اكتر ضيوفهم هي زوجها رجل اعمال، فاكتر ضيوفها بيكون من رجال الاعمال، طبعا اجتماعات عمل او كده. فالسفرة بتاخد الستايل الكلاسيكي اللي هو النقي، هو كلاسيكي كلاسيكي يعني، ولكن تليق بالضيوف اللي تدخل البيت. طبعا ده الرخامه بتاعه المطبخ زي ما قلت لكم، وده جزء برضو زي السفره، بحيث ان اصحاب البيت لو حابين ان هم ياكلوا داخل البيت مش في الجاردن بره، فبياكلوا في الجزء ده اللي هو الجزء بتاع الرخامه اللي موجود في المطبخ. ده طبعا جزء تاني من الصالون عندها. هنشوف بقى ما شاء الله مزج الالوان، اللون تحفه جدا مع الكوشنز مع الفرش مع التقديم والورود والشموع، جو البخور اللهم بارك اللهم بارك، عاطين جو تحفه جدا. وطبعا بتعتمد في كل غرف البيت او كل غرف الفيلا ان تكون الاطلاله بتاعتها على الجاردن او على حمام السباحه. فهنشوف الستايل بالشكل الجميل ده. وطبعا الغرفة دي بتكون في الدور التاني، بتكون خاصة بيهم هم. ده ركن تاني من المنزل، ممكن اي ركن عندنا ممكن نتجاهله، ولكن هي اللهم بارك مستغلية كل ركن في البيت وكل جزء ان هي حاطة فيه قطعة اساس وشكل جمالي يليق بالبيت. حاطه فيه يا دوب اللي هي الكنبه او الفوتيه الصغير ده، مع الستايلات والشموع والكوشنز عاطينه جو مبهج جدا. طبعا دلوقتي هطلع بيكم بقى للجاردن ونشوف طريقه تقديمها للاكل مع الدخله. احنا شفنا دخله البيت، هنا هنشوف الجزء الجانبي من الجاردن بيكون عامل ازاي. تقديمها للاكلات، عايزاكم النهارده ناخد افكار كتير للاكلات وطريقه تقديمها واستقبال لضيوفها بجد بشكل ممتع جدا. يا رب النهارده فيديو النهارده يكون عاجبكم، نستفاد منه، ناخد منه افكار سواء للتقديم سواء للديكورات.
اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك لهم في البيت، وفي نفس الوقت ان شاء الله باذن الله يكون مغزى لينا وهدف لينا ان احنا نستفاد منه، سواء كنتي عروسه، سواء كنتي ربة منزل، سواء كنتي مرأة عامله، ايا كان. ان شاء الله يا رب ربنا يجعل فايده كبيره من الفيديو ده تعود عليكم. وخلوا الهدف من اي مشاهده لاي فيديو من فيديوهاتنا ان احنا نكون بنستفيد من الفيديو، مش مشاهده وخلاص. بس كده، مش هطول عليكم اكتر من كده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، اتمنى ان انتوا تكونوا لقيتوا منه استفاده ولو 1%. ولو عجبك طبعا قناتي وعجبك الفيديوهات اللي بتقدمها، ما تنسيش انك تشتركي معايا في القناه وتسيبي لي تعليق حلو زيك، وما تنسيش اللايك على الفيديو. بس كده، مش هطول عليكم، مع السلامه.